même très curieux de savoir comment voilà, l'arrivée à l'islam. Ah, alors, j'étais étudiant à l'université en France, et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer des étudiants étrangers qui étaient de passage en France, musulmans, des étudiants soudanais, qu'une connaissance en fait, qui elle était convertie à l'islam, m'a proposé de rencontrer. Alors, je me suis dit, je vais aller les rencontrer. Sans doute nous n'aurons pas grand-chose à nous dire parce que malheureusement nous partageons peu de choses. Et puis en fait là, ça a été comme un bouleversement. Et ça a été, pour revenir par rapport à ça, le comportement qui m'a véritablement secoué et puis qui m'a fait réfléchir leur comportement au quotidien. Qui m'a touché et qui a fait que je me suis interrogé sur l'islam et me dire mais ils parlent, ils font référence sans être dans une discussion qui cherche à convaincre. Ils les expliquent à des moments, voilà on fait ça parce que. Et à ce moment-là, on se dit, ça nous donne envie d'en savoir un peu plus. حيث طالب مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتكريم وافد سوداني نجح في إنقاذ قائد حافلة من الغرق جراء السيول والتي اجتاحت منطقة حائل السبت الماضي. والله انك تستاهل من ينزلك باليوتيوب. والله انك بطل، الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. من أكثر الشعوب التي أحبها في العالم، وأنا لفيت بلاد كتير جدا في العالم، شفت مسلمين من كل الأعراق. الشعب السوداني من أطيب شعوب الدنيا، صحيح وده حقيقة، من أرق شعوب الدنيا عاطفة، من أكثر شعوب الدنيا تواضعا، من أكثر شعوب الدنيا ثقافة، على خلاف ما يظن الكثيرين أو الكثيرون. كمان الشهامة والمروءة فيهم الكرم والجود يعني. السودان شعب جميل جدا. انت تقيس حضارة الشعوب بالضحك، بالمسارح، بالضحك، بالفهم، بالكونتراستات، بالبتاع. الشعوب حضرتها السودان من الناس شعب بتضحك قوي يعني، ومش اي حد يضحك كويس. ضحكتهم لذيذة. المخيم العائد إلى بعثة الحج السودانية، جدير بالذكر أن نائب وزير الصحة السعودي قدم شكره إلى بعثة الحج السودانية على ما قدمته في حادثة تدافع منى. See how the companions of the Prophet ﷺ, how they was. When they separated each other by just a wall, what did they do? They give salam to each other again. Always, Assalamu alaikum, kif halik, alhamdulillah, mashallah. Subhanallah, you know the Sudani brothers, mashallah, and I mentioned them because it's a habit of theirs. When they meet each other, maybe the brother, he can vouch for this. When the Sudani brothers meet each other, this is a good habit they have. When they meet each other, they spend about 5 minutes just saying, كيف حالك أخي الحمد لله الله يرحمه الله يسلمه سبحان الله أخي كيفك ما شاء الله سبحان الله الله يرضى عليك الحمد لله يرضى عليك الله يسلمه سبحان الله. I mean, just about 5 minutes they're just doing that. And what is this for? To increase the love for each other and the respect for each other. ورأيت والله من طيبة نفوسهم وحسن أخلاقهم وأمانتهم شيئا يعني فعلا يتميزون به. ولذلك تجد حتى أهل هذا البلد الذي سنتكلم عنه الآن، حتى إذا جاءوا موظفين في الشركات في الغالب أنهم يشتغلون محاسبين لأمانتهم، أو مندوبي مبيعات، الشيء اللي فيه فلوس يشغلونهم فيه لشدة أمانتهم. من هو هذا البلد؟ السودان أكيد. سبحان الله. السودانيين هم اللي علمونا الكورة، والسودانيين هم أول من أسسوا الأندية الرياضية في السعودية، والسودانيين هم أول حكام في مباريات كرة القدم السعودية. كرة القدم السعودية أسسها السودانية. نعم. وبدون شك. وكان فضلهم كبير على الرياضة السعودية، لا كلاعبين، لا كحكام، لا كإداريين. وأي واحد سعودي رياضي ينكر يعني أفضال وجمايل الأخوة السودانيين من الجيل القديم إلى اليوم فهو يعني شخص يعني ناكر للجميل. والسودان والسعودية شعب واحد. اهتمامي بهذا الشعب اللي أنا أحبه بشكل حقيقي، الشعب السوداني شعب فيه مثقفين على درجة كبيرة من الأهمية، فيه طيبة غير متناهية، فيه شهامة وفيه أخلاق وفيه أمانة تستطيع أن تأتمن السوداني في 99% من الحالات.
أنا شايف هذا الشعب عاشرناه بالعراق وحبيناه كثيرا وأتمناه كثيرا، وعدد كبير منهم كان عايش بالعراق ومحبوب من قبل الشعب العراقي. السودان، أنا أسألك أخي المعز، من لا يحب السودان؟ أهل السودان ترى فيهم طيبة، فيهم أصالة، فيهم رجولة، فيهم مبادئ. لذلك السوداني حينما تلاقيه يقول السوداني لا يفعل، ويطلق كلمة عامة عن السودانيين كلغة المبدأ. أسأل لهم الدوام، هذه أصل العروبة وأصل الخلق، فلهم كل الاحترام والتقدير. تمام. لكن المجتمع السوداني مجتمع اجتماعي جدا تماما وقريب جدا، ليس كما هو المجتمع الغربي. ربما أكثر مجتمع عربي أو دولة عربية في قرب الناس من بعضهم واجتماع المجتمع السوداني. أتكلم عن السودان قصدك. إذا أردت أن نتكلم عن الفضائل، عزة النفس، الصدق، الأمانة، الإخلاص، الصبر، التوكل، البطولة، الجهاد، الشجاعة، الكرم، أقول لك السودان. طيبة الإنسان والأرض بناسها، طيبة الإنسان السوداني، سماحة الإنسان السوداني، مروءة ونخوة الإنسان السوداني. ويعني هي ليست ألفاظ نقولها للتغطية إعلامية، أنا أعني كل كلمة من هذه الكلمات إذا أخذنا السودانية، الشخصية السودانية بالفعل تتمثل فيها هذه الصفات. Et pour lui, une récompense pour son acte de bravoure. Du ministre de l'Intérieur, je vous décerne la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Un sourire qui en dit long sur la fierté qu'éprouve ce réfugié soudanais de 26 ans. يا أهل السودان الذين التقيت بهم في أماكن كثيرة سواء في السعودية أو في مناطق الخليج، فلم أسمع والله إلا الثناء عليكم والمحبة لكم والرغبة في التواصل معكم. وأسأل عدد من الإخوة عندنا سواء في السعودية أو في الخليج، إذا سألته عمن عمل معهم من الإخوة السودانيين سواء في الشركات أو الأطباء أو غيرهم، والله لا أسمع إلا الثناء عليكم والمدح لكم. الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، أهلا بحضرتك مدام فردوس. أهلا وسهلا. أنا عايزة أقول على حاجة. في بعض الناس قالت عن الشعب السوداني إنه يعني ممكن يكون له إطلاقا، أنا بقول لك إطلاقا يعني الشعب السوداني شعب كريم جدا، كان بيحبنا ومحب ومحتضن. أنا عندي بس ملاحظة. صدقوا إنه إحنا إذا كنت أنا أمثل واحد من إخواني في العراق، فإحنا نكون لكم المحبة الكبيرة والتقدير، ونعرف كثير. وأنا دائما أقولها، أولا أبدأ بعزة نفسكم الجميلة اللي التبسناها يعني حقيقة بدون أحد أن يخبرنا، ولكن من خلال تواجدنا المستمر معكم ومع أصدقائي اللي راسلوني من السودان كثيرين جدا. عن قلوب السودانيين طيبة. السوداني قلبه أبيض بعكس بشرته. يقول ما هو العسل الذي جوفه أبيض وظاهره أسود؟ قال هو السوداني. أيضا هو أمين. فنحن تعاملنا مع الإخوة السودانيين في بلادنا وفي غيرها. جاءنا من السودان المهندس والأستاذ والمدرس والطبيب والمعلم وغير ذلك، وجدنا الحمد لله بل أكثر من يقوم في الشركات الآن والبنوك من المحاسبين هم من الإخوة السودانيين لأمانتهم حقيقة بالنسبة لغيرهم. وعندهم أيضا الكرم السوداني. فالسوداني كريم، عندهم عادات أن الواحد يخرج بطعام عند الباب، يضيف إخوانه، يأتيه الجيران، باب السوداني مفتوح.